صباح الخير عليكم متابعينا ومساء الخير وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونون كلكم يا ربي على هاي اجواء العيد الحلوه والشهر الايام الاخيره ان شاء الله من السنه، تكونون كلكم بخير وصحه وسلامه وسنه سعيده يا ربي على الجميع. اليوم راح نطبخ غدا بس بقى تمن كلنا شويه نغير، وطبعا اسفه اني شويه تعبانه بصراحه على مود تغيير الجو. بس سويت اليوم فد شغله او فد اكله بسيطه وسريعه نفس الوقت، اللي هي تبسي الباذنجان بالبشاميل. اكو ناس تسويها بس بالجبن، انا راح اخلي بشاميل وجبن هم وياها. ابقوا المواد راح استخدمها للتبسي. هذه الباذنجان عندي تقريبا 5 قطع، ما قشرتها هيك يحبوها بالبيت، بس سويتها دوائر يعني وملحتها، وهسه غسلتها لان هاي الطريقه كلش تطلع الباذنجان ما تمتص دهن. من تملحوها ورا 10 دقائق تغسلوها وشويه من تتقلى تنعصر نهائيا ما تلزم دهن. ادي هذه فلفل مشان عندي احمر، فلفلايتين هم راح اقليها بس مو تقليه، يعني تحميصه بسيطه. ادي بوتيتا، البوتيتا مو هوايه لانه هي تبسي باذنجان لازم طعم الباذنجان يكون اكثر والكميه اكثر، تقريبا بوتيتا ونص من هذه الشغلات. هذا عندي البصل، اللحم على النار حمسته، ايش قد ما يعجبكم لحم تخلون ربع كيلو نص كيلو مثل ما يعجبكم انتو. فحمسته، واني بعدين اخلي البصل دائما ورا ما احمس اللحم حتى يبقى طعم البصل لا نقول حتى يضيع الطعم، يبقى طعم البصل. وبعدين املح واسوي بهارات او اخلي بهارات ورا ما احمس اللحم. دائما هذه طريقتي زين. فابقوا هاي يعني حمسنا اللحم وخليت لي البصل مثل ما قلت لكم، ما اريده هوايه يذبل حتى يبقى به طعم. ملح، بهارات، فلفل، البهارات فلفل اسود حطيت، وخليت فلفل احمر شويه حار شويه بارد. دائما هاي بهاراتي المعتمده، عندي 7 بهارات بس كل شيء شلون يقولون المكانه اني اخليه زين اني. وهذه هسه دقيقه 3 واطفي عليه لانه هو على حرارته راح يذبل اكثر. هذا بالنسبه للحم. هسه راح ابدي اقلي بقيه الغرض. هذه لنقلي الباذنجان خلصنا اول وجبه، هاي ثاني وجبه، وراح اقلي البوتيتا هيجي اريدها ما اريدها اكثر تتقلي عيني. هسه خلصنا من كل شيء، سوينا ورتبنا التبسي، بس باقي البشاميل اللي اني اسويه خليت 3 ملاعق زبد او اذا يعجبكم زيت مثل ما تحبون، يموع يذوب. هسه اخلي وياه بس يذوب، اخلي اذوب بيه وياه، اخبطهم اثنيناتهم شلون كانه بدي اسوي حلاوه. 3 ملاعق مقابل 3 ملاعق زبد 3 ملاعق طحين. هاي راح اخلي هسه الطحين مثل ما قلت راح اظل اخبط بيهم بس لحد ما تتجانس اثنيناتها، لا يبقى اي تكتل، ما اثنيناتهم متجانسه وما باقي تكتلات العفو. هسه راح اخلي 3 اكواب حليب بيها. هذا كوب، هذا كوبين، حسب ما تريدوها كلش تتماسك او تكون يعني ثخينه الصلصه، لا تخلون حليب هوايه. اني راح اخبط بيها تبقى هيجي يعني مثل الصوص تطلع يمي، وكلش نفس الوقت طعمها طيب. هذه بنات خلصتها، اخذتها قبل من النار حتى لا تشوط الصلصه جوا وتحترق. نسيت اكو شغله اقول لكم اياها، تشوفون هذا السخون هسه اكو ناس تخلي الحليب دافي، انا ما خليته بارد. من تخلي الحليب دافي ما تحتاج تخبط او ما تحتاج يعني تبقى شويه مده وياه وظل تخبط بيه حتى يعني يتماسك ونفس الوقت يثخن. اكو ناس تخليه حار، انا خليته بارد. هذا اني ورا ما كملنا التبسي خليت كله لحم باذنجان جوا، والبوتيتا والفلفل مثل ما قلت لكم حمسته، الطماطم عجبني ازين بيه. راح اخلي صوصه حمراء. الصوصه عباره عن معجون عادي اي عندكم، خليت عجبني شويه كاتشب بيه. البهارات اللي خليتها خلي فلفل احمر فلفل اسود، وخليت هذا ماجي التونسا هم عجبني شويه، خليت قطعه واحده. تريدون تضيفون الملح هذا يعتمد عليكم وعلى طعم الصلصه مثل ما تحبوها. راح اخليها واخلي البشاميل فوقها. ورا ما خليت راح اخلي البشاميل، صلصه البشاميل مثل ما قلت احاول افرشها قدر الامكان، بس افرشها. واني هسه راح اساويها على التبسي
هاي عيني الخطوة الأخيرة، خليت البشاميل وخليت فوقها جبن. ما راح تاخذ وقت هواي لأن كل شيء مستوي. 10 إلى 15 دقيقة بس تتحمس، وطلعوها شوية تبرد حتى نقدر نقص وتصير مثل القطع. وألف عافية عليكم. هاي عيني النتيجة النهائية. شنو رأيكم؟ خليتها شوية تتحمر وشوية تبرد حتى هسه من أشيلها تجي بيدي قطعة كاملة. اللي خليته فوقها شنو؟ هسه راح أخليه بالماعون. هذه أعشاب إيطالية كلش طيبة، أخذها من المحلات الموجودة هنا، ليدل أو ألدي يسموه. واخلي مثلا هيك اكلات كلش طيبه، اذا معكرونه بالبشاميل او اي شيء بجبنه تتخلى وراها على الاكل او فوق الصوص، كلش طيب. الجوعان خليه يجي يتفضل. هذه راح اقصها من فوق. اجتي قطعه كامله بيدي والصوصه باقيه جوا مثل ما تشوفون. اقدر اخلي هم فوقها شوية ونرجع ونخلي شوية. هذه جاية خلدها أروق. الطعم يخبل. وهذا اليوم كان غدانا علينا وعليكم بألف عافية. آسفة لأن نزلته شوية متأخر، بس شوية مثل ما قلت تعبانة كنت كلش اليوم. وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديو القادم. شكرا جزيلا.